السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ دي طماطم انا جايباها ب30 جنيه. مسكتها غسلتها ووضبتها في الحوض وحطيتها في الحوض وغسلتها وقمعت وحشت حاجات اللي فيها، وبعدين مسكتها حطيتها على البوتاجاز لما استوت، لما اتهرت خالص. وبعد ما اتهرت قمت مسكاها بالهاند بيج وماسكاهم مقطعاها بيه، عاملاها فرمها بيه هو زي الخلاط كده يعني. دي طماطم تفريز بفرزها وعينها في التلاجة لما احتاجها اطلع منها اول باول يعني، بتبقى عندي موجودة باستمرار. دي انا جبتها وعملت بقى انا دلوقتي بحطها على البوتاجاز اهوتي بتسبك اهو عندي بقى اهو بيفرمها اهوتي. وبعد كده بحطها بعد ما اخلص الفرم بقى اقوم حطها تتسبك على البوتاجاز تاني. وديت اللي صفت منها الحاجات اللي هي الصفة منها شوية حلوين يعني. برضو هي متسبكة جاهزة بحط لها برضو كمون وبحط لها زيت وكل حاجة، بس ما بحطش بصل. البصل بقى بعمله وانا بطبخ واحط بقى التسبيك يعني. بتبقى حلوة في البيت يعني، بتبقى موجودة في البيت. حتى لو انت بنجيب طماطم وكل حاجة، بس دي بتبقى موجودة بتبقى كويسة. الواحد لما بيحتاجها في اي وقت وما يكونش فيه طماطم اطلع من دي واعمل، بدل ما فيش موجود اطلع من ديت واعمل بيها. دي تفريز طماطم فرزاها عاملاها هي والله ب30 جنيه، الكيلو ب5 جنيه وعملته. والمهم قمت بعد كده اقوم مسبكاهم بقى على البوتاجاز لما يصفوا يتسبكوا خالص ويبقوا حلوين وتبقوا تخان كده وحلوين. وبعدين بقى لعينهم في اكياس او عينهم في برطمانات. دي بعد ما خلصت خالص بقى دي كده بعد ما اتسبكت وبقت دي بقى الصلصة بقى حلوة جميل. بقوم بعبياها وعيناها في التلاجة بقى لما احتاجها. شوف شكلها جميل ازاي، صلصة طبيعية ما فيش فيها اي حاجة تانية اضافات تانية. دي طماطم طبيعية ما فيش فيها اي اضافات اي حاجة تانية بحط حاجة الا كده بس. بتبقى جميلة موجودة في اي وقت. حتى لو في اللي صفة ده اهو، دي صفتها هي تبقى دي كل دي دي دولت ب30 جنيه. شوفوا بعد التسبيك بقى بتاعهم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. ديت اهي بعد ما خلصت وهحطها في التلاجة بقى. وفي اول فيديو حطها لكم في وبعد ما طلعتها من التلاجة برضو صورتها تاني عشان تشوفوا منظر. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. ومع السلامة يا حبايب قبل ما تنسوش بقى الاشتراك والاشتراك واللي شاف الفيديو يعني يعمل اشتراك ومش هيخسر حاجة يعني، او يشجعنا ونشجع ونكبر القناة تكبر بكم. مع السلامة يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.